كشفت العديد من المصادر الصحفية عن دخول نادي بايرن ميونخ في مفاوضات مع نجم نادي برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعى برشلونة لبيع عدد من اللاعبين من أجل تخفيض فاتورة الرواتب حتى يستطيع الفريق إبرام صفقات في الميركاتو الصيفي المقبل. وكشف الصحفي فيران كورياس إن بايرن ميونخ مستعد لتقديم عرض هام إلى غافي في حال عدم تسجيله، ولا يريد برشلونة الاستماع إلى أي عروض. ولكن عدة أندية شهيرة سألت وكيل اللاعب عن غافي وأبدت استعدادها في حال عدم تسجيله. وسيكون غافي في صراع بين حبه للبارسا والمال، لأن تشيلسي أيضا جاد للغاية ومستعد لجعل غافي واحد من أعلى اللاعبين أجرا في كل من البريمير ليج وليس فقط في تشيلسي. وسيكون هناك اجتماع ثاني بين تشيلسي وغافي، وهذه المرة تود بولي سيتواجد شخصيا وكذلك والد ووالدة اللاعب. حول إسبانيا البداية مع الأخبار المتعلقة بالنادي الكتالوني. صحيفة موندو ديبورتيفو ضغط على مستقبل قائد كتيبة البارسا. أشارت في تقرير لها فرناندو بولو إلى أن سيرجيو بوسكيتس يفكر بالاستمرار مع الفريق الاجتماع مجددا بميسي. الكاتب شدد في تقريره على أن بوسكيتس ليس متعجلا لحسم مستقبله رغم عدم وجود عرض من برشلونة للتجديد. يتريث أملا في اللعب مجددا بجانب ميسي. الكاتب في الموندو ديبورتيفو نقل عن مصادر مقربة من اللاعب تأكيدا أن بقاء بوسكيتس في برشلونة لن يكون لقاء المال ليخطط لمواصلة مشواره مع ميسي في أي مكان ينتقل إليه مستقبلا، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة العربية السعودية. صحيفة سبورت بدورها خصصت مساحة بارزة الحديث عن وضع المهاجم البولندي البارسا، بخاصة في ظل تراجع معدل تهديف في المباريات الأخيرة، وتساءلت ماذا يحدث مع ليفاندوفسكي. سبورت قالت إن مستوى ليفاندوفسكي انخفض بعد المونديال، تقلصت مساهماته الهجومية بشكل لافت مكتفيا بتسجيل 9 أهداف في 17 مباراة. الصحيفة بحثت عن أسباب هذا التراجع، ورأت أن ليفا لطالما اعتمد على وجود لاعبين مميزين بجانبه لتسجيل الأهداف، وهما افتقد في ظل إصابة عدد من اللاعبين أبرزهم بيدري وعثمان ديمبلي. إلى صحيفة آس التي رصدت ردود فعل إيجابية على نية خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل للحديث عن قضية نيغريرا. جاءت عبر لسان رئيس رابطة الليغا خافير تيباس. تفاصيل أشاد تيباس باعتزام لابورتا الظهور أمام وسائل الإعلام لإعطاء تفسيرات حول قضية نيغريرا، رغم تأكيد أنه جاء متأخرا. كان يجب أن يحدث هذا الأمر قبل وقت طويل. رئيس رابطة الليغا رأى أن الضرر الأكبر الذي لحق برشلونة يتعلق بسمعته أكثر مما إذا كان سيخوض منافسات الأبطال العام المقبل من عدمه. إلى العاصمة مدريد، حيث نطالع تقريرا نشرته صحيفة ماركا يتناول الأسباب تجعل لاعبي الملكي يظهرون بشكل لافت في مسابقة دوري أبطال أوروبا تتعلق بالتدريبات الفردية. الصحيفة العاصمية قالت إن حرص لاعبي الملكي على الاستعانة بمدربين شخصيين وامتلاكهم صالات رياضية في منازلهم ساعدهم على رفع لياقتهم البدنية بشكل ملحوظ. أضافت ماركا أن تألق لاعبي ريال مدريد من المباريات الصعبة والنسق العالي والعودة بالنتيجة في اللحظات الأخيرة يؤكد صوابية تدريب ساعات إضافية، وذي يمنحهم أفضلية على خصومهم. الاستثمارات الخارجية، رئيس ريال مدريد شكلت محطة اهتمام صحيفة البايس التي واكبت مشروعا جديدا سيبصر النور قريبا. وكتبت بيريز سيكون بناء أول ملعب لكرة القدم في نيويورك. في التفاصيل، فقد اختارت مدينة نيويورك إحدى شركات بيريز لبناء أول ملعب رئيسي مخصص لكرة القدم فيها بتكلفة تبلغ 780 مليون يورو. البايس أكدت أن الملعب يتسع ل 25,000 مشجع ينتهي العمل به في عام 2027. سيتم إنشاء مرافق سكنية تجارية بجانبه تخدم هذه المنطقة. من إسبانيا إلى ألمانيا، حيث لا تزال الخلافات داخل غرف ملابس البايرن تتسبب بالكثير من ردود الأفعال المواقف المستنكرة. آخرها جاء على لسان نجمه السابق النادي البافاري ماركوس بابل، الذي اعتبر في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت 1
أن بايرن ميونخ يدمر نفسه بنفسه. بابل أكد أن بايرن يفتقد العمل الداخلي السليم بدليل تغيير مدرب دون تحسن جودة الفريق، تحميل اللاعبين مسؤولية تراجع النتائج. دولي ألمانيا الأسبق استغرب تسريب معلومات من غرف ملابس البايرن، مؤكدا أنه كانت تحدث مثل هذه الخلافات دون أن يعلم بها أي واحد. بالختام شكرا طيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.